اهلا بيكم. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش اخواتكم في دعائكم يا جماعه، ربنا يقويهم وينصرهم ويصبرهم باذن الله. الفيديو ده انا بطرقعه كده عشان لسه ما ظبطتش المكان اللي نقلته له مؤخرا، فنستحمل بعض شويه، ما جراش حاجه يعني. وفي الفيديو ده فانا هتكلم عن فيلم من افلام عيد الاضحى، واللي هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واللي باسم القاضيه. هل الفيلم بقى حلو ولا لا؟ وهل يسهل انك تروح تتفرج عليه في العيد ويبقى خروجه لذيذه ولا لا؟ فده بقى اللي هتعرفه في الفيديو ده. لايك وسبسكرايب بقى يا شباب، ويلا بينا على مراجعة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث. طيب مبدئيا كده انا مش هحرق اي حاجة حصلت في الفيلم ده، فتقدر تتفرج على المراجعة دي براحتك، ومن غير ما تخاف ان احرق عليك اي حاجة تفسد عليك تجربة المشاهدة للفيلم. ده مش هيحصل. الفيلم ده من بطولة احمد عز وعمرو يوسف، آسر ياسين وكريم قاسم، محمد ممدوح، وضيوف شرف اهمهم زي ما كلنا عارفين هو كريم عبد العزيز، وده حرقه تركي بنفسه، فانا ما بحرقلكش حاجة. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن اخراج طارق العريان. ونروح بقى للقصة بتاعة الجزء ده عشان نبقى مجمعين كده الفيلم بيتكلم عن ايه. الفيلم ده بيتكلم عن ابتعاد ولاد رزق عن شغل العوق، لا مؤاخذة، اللي كانوا بيعملوه في الجزئين الاول والتاني، وبيكتفوا جدا بالقرشين اللي عملوهم من عملياتهم الشمال قبل كده، لحد ما بتحصل لهم حاجة بتخسرهم اللي وراهم واللي قدامهم، فهيضطروا يرجعوا تاني يعملوا عملية كبيرة عشان يرجعوا فلوسهم اللي راحت منهم. الكلام كله على المضغط اهو عشان محدش يقول لي بتحرق، فخلينا نروح بسرعة بقى على المميزات اللي شفتها في الفيلم ده. واولا كده، فوجود آسر ياسين في الجزء ده من ولاد رزق أضاف كتير للفيلم، لأن ياسر ممثل ذو جودة عالية. ده غير إن شخصيته في الفيلم ده مكتوبة فعلا حلو وتستحق يتعمل لها فيلم لوحدها زي ما القائمين على العمل ما عملوا. بس هينزل فيلم الشايب بقى إمتى؟ فلسه مفيش تأكيدات. تاني حاجة بقى واضحة وجلية كده كميزة كبيرة في الفيلم ده، هو الصرف اللي باين في كل مشاهد الفيلم، خصوصا مشاهد الأكشن. إحنا عارفين إنه فيلم حصل فيه تعاون بين مصر والسعودية، وحقيقي التعاون ده باين نتيجته اللي عجبتني بشكل شخصي، وعجبني جدا المشاهد اللي اتصورت في السعوديه، بجد عجبتني. تالت حاجه بقى كانت الاداءات التمثيليه لابطال العمل او لضيوف الشرف في الفيلم، كانت حلوه ومتقنه، لان ادوارهم مكتوبه حلو وهم اجتهدوا فعلا في اداءاتهم. اي نعم الفيلم ما اختلفش كتير عن حبكه الجزئين اللي فاتوا، لكن رتمه كان افضل والاكشن فيه اقوى واجمل بكتير، واداء احمد عز وآسر ياسين بالتحديد كان متقن جدا طول احداث الفيلم. لكن كمان احمد الرافعي كان كاريزماتيك جدا في الفيلم ده، وحقيقي انه ممثل له طلة بجد، ولسه هيجيله في نقطة لوحده كده. وطبعا مفيش اختلاف على كريم بيه عبد العزيز. كريم بقى استاذ كبير فعلا، وظهوره ادى تقل كبير للمشهد اللي هو بيظهر فيه. فحقيقي برافو لكل صناع العمل على الجودة دي في اختيار الممثلين. وهنا بقى سؤال، هل عدم وجود احمد الفيشاوي بقى في الفيلم كان نقطة سلبية وحسيت انه فارق بشكل ملحوظ؟ فاجابتي انه في الحقيقة لا، لأن وجود آسر ياسين بشخصية زي شخصية الشايب هيدي تقل غير طبيعي، بشخصية وأداء متقن جدا من آسر في الفيلم ده. أداء وتفاصيل شخصية مخلياني مستني فعلا فيلم الشايب لوحده عشان أعرف تركيبة الدماغ دي حصلت إزاي. له تحولات في الفيلم ده كانت سحلاني معاها بجد، شخصية مجنونة لدرجة غريبة، وتصرفاتها دي بتشدك من كتر غرابتها. كمان الشرير بقى في الفيلم ده واللي قام بدور الممثل التقيل أحمد الرافعي، بجد كان من النقاط الإيجابية والمميزات الكبيرة اللي شفتها في الجزء ده من الفيلم. الرافعي ادانا الشرير بجد له هيبة، والشخصية بتاعته ليها تويست ممتازة في الفيلم. بجد كان مبدع جدا أحمد الرافعي في لعب الشخصية دي في الفيلم، واللي لازم أقول عنه إنه بجد ممثل ذكي. كمان من الإيجابيات بالتأكيد في الجزء ده هو إخراج طارق العريان لمشاهد الأكشن، وإنه قدر يطلعها بالجمال والحلاوة دي. حقيقي كان شغل حلو، وأقل حاجة تتقال له على الشغل ده هي برافو يا أستاذ طارق. وخليني بقى اروح بسرعه للسلبيات بتاعه العمل من وجهه نظري، ولا اقدر اقول انها مش كتير في الجزء ده، لكنها بالتاكيد كانت محسوسه. واولهم كده هي الحبكه. الحبكه هي بتاعه الجزئين اللي فاتوا، واحد من ولاد رزق بيتخطف او بيتهدد، فبتتقلب الدنيا من اخواته، وفي اخر الفيلم هنعمل لك تويست ولا اتنين حلوين عشان ما تقفش حاجه في زورك لا مؤاخذه، وتبلع الفيلم بسلاسه كده. وبصراحه في الجزء ده ورغم توقعاتي كتير من اللي بيحصل، الا ان التويستات في الفيلم ده عجبتني اكتر من اي جزء تاني. بجد كانت حلوة وتسهل انك تدخل تتفرج على الفيلم وتستمتع بالتصوير الحلو والاكشن اللي عملناه، احسن بكتير من افلام سابقة. على كام تويست كده هتخليك خارج من الفيلم مبسوط ومستني الجزء الجاي كمان. نقطة بقى كمان في السلبيات، وهي الاداءات التمثيلية من الجانب النسائي زي نسرين امين واسماء جلال.
انا لا معلق معايا دور واحده فيهم، ولو شلنا مشاهدهم من الفيلم مش هنحس بفرق. فللاسف الادوار النسائيه في الفيلم ده كانت نص قم، وكانت موجوده بس عشان بالبلدي كده تطري القعده، وانت وهو فاهميني طبعا. كمان ظهور احمد فهمي بشخصيه النونو ما حسيتوش قوي، وبرضه لو شلت دوره مش هحس بفرق كبير. فشخصيه النونو كانت مسلوقه حبتين في الفيلم ده. في النهايه الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق واللي باسم القاضيه هو جزء حلو جدا وممتع بصريا جدا في مشاهد الاكشن. هو في الاخر فيلم بوب كورن، لكن فيلم بوب كورن بامتياز، مش مسلوق زي غيره للاسف. وتقييم النهائي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضيه هو 8 من 10. واحب اعرف ايه رايكم انتم في الفيلم لو شفتوه، ولو متردد تدخلوا ولا لا، فانا بقول لك دوس، الفيلم حلو. لايك وسبسكرايب بقى يا جماعه عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.